زي النهارده اتوفى الروائي العالمي نجيب محفوظ واللي اتولد يوم 11 ديسمبر سنة 1911 في حي الجمالية بالقاهرة لأب موظف وأم ربة منزل. التحق محفوظ بجامعة القاهرة سنة 1930 وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة. بعدها على طول قرر يبدأ في رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، لكنه غير رأيه وقرر التركيز على الأدب. كان بيحب كرة القدم جدا وبيلعبها وهو طالب، وكانوا ملقبينه بقلب الأسد، وقال إن لولا اتجاهه للأدب كان هيبقى لاعب كورة زي اللاعب المصري حسين حجازي وبقى زملكاوي زيه. بدأ نجيب محفوظ رحلته مع الأدب من خلال القصة القصيرة، ونشر أولى قصصه في مجلة الرسالة سنة 1936. أما روايته الأولى كانت عبث الأقدار وتم نشرها سنة 1939، وتوالت بعدها كتير من الروايات والمجموعات القصصية منها الثلاثية الطريق، الكرنك وغيرها. سنة 1988 حصل الأديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب مصري عربي يفوز بالجائزة دي. وقالت اللجنة القائمة على الجائزة إن نجيب محفوظ أثرى المكتبة العربية بإنتاجه اللي تجاوز 50 عمل روائي وقصصي اترجم لمعظم اللغات العالمية وتحول كتير منها لأعمال سينمائية. رحل الأديب العالمي نجيب محفوظ زي النهاردة يوم 30 أغسطس سنة 2006 عن عمر ناهز 95 سنة. لو شفت أي فيلم من الأفلام اللي اتعملت من روايات نجيب محفوظ قول لنا هو إيه، وإيه رأيك في كتاباته.